ايه اللي بيخلي الناس ستايلش، او ايه اللي بيخلي الناس يبانوا لنا ان هم شكلهم حلو في اللبس اللي لابسينه، رغم ان اللبس اللي هم لابسينه في الواقع وفي الاصل لو شلناه من عليهم هيبقى شكله عادي. انا دايما السؤال ده كان يعني دايما بيبقى محيرني، اللي هو ايه اللي بيخلي انه اشوف لبس على واحده اقول الله شكله حلو، بس لو تخيلت نفس اللبس ده عليا مش هيبقى حلو. اكيد السؤال ده عدى على بالكم قبل كده، او مر عليكم مره، او مثلا تخيلتوا ان طقم هيبقى حلو عليكم فرحتوا جبتوه فلما لبستوه لقيتوه مش حلو. فاهمين الموضوع ده؟ في الفيديو ده هحاول اتناقش معاكم، انا لسه ما وصلتش لاجابه نهائيه على الموضوع ده، بس هحاول اتناقش معاكم في الحاجات اللي انا وصلت لها انها بتخلي شكل الناس ستايلش اكتر من ناس تانية. وبرده يعني مستنيه برده ردكم في الكومنتات عليا، يعني حابه اعرف ارائكم يعني في الموضوع ده ايه. انا استفيد وغيركم يستفيد، فحاولوا ان انتوا يعني تكتبوا لي في الكومنتس لو في حاجه انتوا شايفينها غير اللي انا شايفاها، او حتى شايفينها زياده على اللي انا شايفاه قولوا لي برده. فلو موضوع ستايلنج اللبس ده مهم بالنسبه لكم كملوا الفيديو للاخر ويلا نبدا على طول. بصوا يا جماعه، قبل ما نبدا، الكلام اللي انا بقوله ده مش نابع عن ان انا خبيره ولا ان انا بفهم جدا في الستايل وكده. انا عملت لكم فيديو قبل كده قلت لكم ان انا مؤخرا بحاول ان انا احسن من شكل لبسي ومن ستايل لبسي وكده، وكلمتكم في الفيديو عن الديكلاترنج وعن الاكسسوارز. الفيديو ده ممكن تعتبروه تكمله للموضوع ده ومجرد تاملات شخصية وأفكار شخصية مني أنا، غير نابعة عن علم ولا عن أي حاجة، هي نابعة بس من ملاحظة وتأمل وفكر، مش أكتر من كده. فلو الكلام اللي أنا بقوله متعارض معاكم بأي شكل من الأشكال ما تزعلوش عادي، هو مجرد أهو تفكيري وتفكيركم، مش حوار يعني. أول حاجة بقى حابة أكلمكم عنها، أو اللي أنا شايفة إن هي بتخلي شكل الناس إليجنت أكتر أو شكلهم ستايلش أكتر، هي شكل إيديهم وضوافرهم. مش شكل ايديهم برضو اللي هو ايه قولي لي حاجه لتفتيح العقل وقولي لي حاجه اللي مش عارفه ايه، لا، شكل ايديهم انها مش خشنه، شكل ايديهم ان انت تشوفي ايديهم تحسي انها ايد مترطبه. موضوع العقل ده يا جماعه ده يعني جزء منه وراثي وجزء منه نتيجه الحياه. فيعني انا بصراحه ما بحبش كلمه قولي لي بقى تفتيح العقل والكلام ده كله. صدقوني صدقوني، البنت اللي هتشوفوها في الشارع ايديها حلوه ومقلبظه وعقلها فاتحه دي هتلاقوا ان هي مامتها وجدتها وعمتها وخالتها كلهم نفس الحاجه. فهو مور اوف وراثه. يعني انا مامتي ايديها نفس شكل ايدي كده، اللي هو الايد الطويله دي اللي العروق فيها باينه واللي العظم بتاعها باين. في ناس تانية لا، ايديها اللي هي منفوخه ومقلبظه والكلام ده كله. الايدين حلوين لانهم خلقه ربنا، الاثنين حلوين لانه خلقه ربنا، واي شكل ايد حلو. انا بتكلم في الحاجات اللي احنا متحكمين فيها، يعني اعملي سكراب لايدك، اعملي رطبي ايدك دايما باستمرار، وخلي معاكي كريم مرطب للايد في الشنطه بتاعتك، اي كريم مرطب، مش كريم مرطب من ماركه معينه. انا بحس ان المانيكير او النيل بولش عموما بيدي شكل اليجنت وستايلش، وخصوصا لو محطوط بطريقه حلوه، لو مش منعكش واول اوفر ذا بليس كده. انا مش بحب احط مانيكير، بس انا بحب الناس اللي حاطه مانيكير جدا، يعني بحب اشوفهم جدا. بس اللي انا بحب اعمله ان انا اساوي ضوافري باستمرار، مش لازم تكون طويله ولا قصيره، اعمليها بالشكل اللي انت تحبيه. انا بحبها تكون في النص، لا طويله قوي ولا قصيره قوي، يعني مش عارفه هيكون باين ولا لا، ويا رب يكون شكلها متساوي. يعني بصوا يا جماعه، انا ما بروحش الكوافير، وده ممكن نبقى نتكلم عنه في نقطه تانية. انا ما بروحش خالص نيل صالون ولا كوافير ولا الكلام من ده، انا بعمل كل حاجه في البيت لنفسي. دي حاجه انا يعني فعلا بجد انا شايفه انها غلط وصح في نفس الوقت. فممكن يبقى النقطه دي فعلا نبقى نتكلم عليها بعدين، يعني دي مش نقطتنا خالص دلوقتي. بس انا بحاول اعمل الحاجات وفقا للي انا شايفاه، لان انا ساعات ابقى عامله ايدي كده فشايفه ضوافري مظبوطه، اجي اعملها كده احس انها مش مظبوطه. بس يعني مشوا معايا الدنيا، والضفر ده كان مكسور برده. المهم يعني مشوا معايا الدنيا، هو ده الشكل اللي انا بحبه للضوافر، وساعات بظبطه، ساعات يعني ساعات بظبطه اكتر من كده وساعات لا. بس اللي بحب اعمله واللي دايما بحس ان هو بيفرق فعلا في شكل ايدي وفي شكل ضوافري هو ان انا ازق الكيوتيكلز دي، بزقها بالاداه الحديد بتاعه الضوافر دي، كلكم عارفينها اكيد، بزقها كده لورا. لما تكون ايدي مترطبه، يعني لسه خارجه من الشاور مثلا وايدي مترطبه فاعرف اعمل كده، او لسه غاسله المواعين، او لو مش عامله اي حاجه من دي بنقع ايدي في ميه دافيه، بالشاور جل، ميه دافيه ببلسم، ميه دافيه باي حاجه، عارفين ميه دافيه باي حاجه، انقعي فيها ايدك بس 5 دقائق 3 دقائق وبعدين نزقي الجلد الميت ده. الحاجه اللي بعد كده برده هي ان انا بحب المع ضوافري بالمبرد اللي انا نسيت اجيب. المبرد ده مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا، اللي هو بيكون ليه كذا جهه، والجهه دي بتبقى في الجهه رقم 6 و7، هو ده 7 ستيبس، هتلاقوه في كل حته يا جماعه، ما تسالونيش فين، هتلاقوه في كل حته، انزلي المحل ب 2 جنيه ونص تحتكم هتلاقيه. ماشي. بيكون في ستيبس كده، انا بستخدم ستيبس بصراحه، ما بستخدمش الستيبس كلها، بستخدم ستيب 3 لا 5 4 و5 4 و5 دول، اللي هو ايه اسمها كونديشن نيل وسموث نيل، وبعدين بستخدم 6 و7. بستخدم بقى اللي هو 1 و2 و3 دول لما بحب بس ابرد ضوافري. في حاجه كمان بقى عايزه اقولها لكم على الضوافر مش عارفه الفيديو ده قلب مني اهتمام بالضوافر ليه، بس في حاجه عايزه اقولها لكم على الضوافر بجد. هي فكره ان انا دايما بحاول اساوي ضوافري واظبط ضوافري بالقصافه، مش بالمقص،
مش بالمبرد، لانه بحس ان المبرد بيضعف الضوافر، لان انت نتيجه بتفضلي راحه جايه راحه جايه راحه جايه، او حتى راحه في اتجاه واحد حتى، ده بيخلي الضوافر عرضه اكتر للكسر، بيشرخها وكلام من ده. فانا بحب اكتر ان انا اظبط على قد ما اقدر، ودي على فكره سكيل هتتعلميها مع الوقت، انك تظبطي شكل ضوافرك بالقصافه اكتر من المبرد. فحاولوا، هي بتيجي مع الوقت، حاولوا وهتعرفوا تعملوها. رغينا رغي مبالغ فيه عن الضوافر. المهم الحاجه الثانيه اللي بحس انها برضو بتفرق في شكل الهدوم على الناس هو البوستشر، ودي حاجه انا بفتقدها. انا طول الوقت يا جماعه كان بابايا بيقول لي اسراء افردي ظهرك، اسراء افردي ظهرك، انا جوايا صوت بيقول لي اسراء افردي ظهرك طول الوقت، بس كل ما بقول لنفسي كده بكون مقتبه. فبجد يا جماعه فعلا الوقفه الواثقه في النفس، حتى لو انت مش واثقه في نفسك قوي بس فيكت، ووقفه فرده الظهر دي فعلا بتفرق في شكل الهدوم عليكي. يعني انا والله مره كنت واقفه قدام مرايه وسرحانه، عارفين المرايات الطويله اللي بتلاقوها في المولات ومحلات الجزم والحاجات دي، فواقفه سرحانه كده، وبعدين بصيت لنفسي كده اللي هو ايه ده، ليه مقتبه، ليه عامله كده؟ فرات مجرد بس فرات نفسي اللي هو واو، يعني تمام اعملي كده بقى، افضلي اعملي كده. فانا بحس فعلا ان البوستشر او اللي هو يعني شكل وقفه الجسم ده بيفرق، ده فعلا بيفرق في شكل الهدوم. الحاجه اللي بعد كده هي ربطه الطرحه، ودي بصراحه انا يعني بستراجل فيها، رغم ان انا بقالي محجبه بقالي سنين كتيره قوي، بس لغايه دلوقتي حاسه ان انا لسه ما لقيتش ربطه الطرحه اللي تليق عليا. بصوا انا زمان انا عارفه في ناس كتير قوي قالت لي جربي الطرح الشيفون وفعلا هتفرق معاكي ومش عارف ايه. انا يا جماعه انا عايزه اقول لكم، انا الطرح الليكرا دي هي اللي جديده عليا، انا كنت بلبس شيفون يعني فور ايفر، يعني تقريبا قعدت 10 12 سنه بلبس شيفون تقريبا، تقريبا. انا محجبه من امتى؟ انا محجبه بقالي كتير. فالمهم فقعدت سنين كتيره قوي من عمري بلبس شيفون. لسه الليكرا ده لسه اللي مؤخرا لابساه، لانه انا بقيت دلوقتي بعد سن ال 30 بفضل دايما الراحه والاحساس بالارتياح عن الشكل، ودي حاجه انا عايزه اغيرها، وكنت كلمتكم عنها في الفيديو اللي فات. فدي حاجه انا عايزه اغيرها. فيعني عارفين ابتديت بس مش في الفيديوهات هنا، بس ابتديت ارجع للبس الشيفون تاني. انا عندي طرح شيفون كتير جدا والله، بس يعني ابتديت ارجع للشيفونات تاني، وهي فعلا بتفرق شويه. المهم بس فعلا ربطه الطرحه كل ما تكون مهندمه اكتر كل ما بتفرق في شكل لبسك. وسبحان الله في ناس بحس انه وشهم خلق لانه يكون شكله حلو بالحجاب، ما اعرفش، وانا بحس ان انا مش منهم بصراحه. فاللي هو الحمد لله طبعا هو اختبار من ربنا، واحنا الحمد لله ربنا يثبتنا جميعا على الحجاب. بس انا بتكلم بس ان هو ايه، يعني في ناس فعلا بحس انه بالحجاب، لا الحجاب فعلا لايق على وش ايه الجمال ده. في فعلا ناس بحس الحجاب بيزيدهم كده ثقة بالنفس، شكل وش كده مش عارفة انا مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس فعلا في ناس بحس الحجاب محليهم زيادة. فبس يعني دي الحاجة اللي انا حبيت اقولها لكم، انه فعلا ربطة الطرحة بتفرق. فلو انت شايفة ان شكل لبسك كويس بس لما بتحطي الطرحة بيبوظ، حاولي تغيري شكل الطرحه، تغيري ربطه الطرحه، تغيري الماتيريال كده، تخرجي بره الكومفورت زون بتاعتك. طبعا يعني فيما يرضي الله برضو، يعني ما تبينيش اي حاجات زياده، بس يعني اخرجي بره الكومفورت زون. ان انت مثلا يعني انا مش بحب الطرح الشيفون ولا الموديل، قلت لكم ما بتريحنيش، بس يعني نحاول نجرب فيها يمكن تنفع. الحاجه اللي بعد كده بقى واللي ابتديت مؤخرا فعلا اركز فيها، وهي خامه القماش، خامه الحاجات اللي انت لابساها. لانه الحاجات الرخيصه بتبان والحاجات الغاليه بتبان. ما اقصدش رخيصه في السعر، اقصد رخيصه كماتيريال. اوكي، حتى لو انت حاجه، على فكره يا جماعه في براندز غاليه جدا مؤخرا ابتدوا يستخدموا تشيب ماتيريالز ولسه بيبيعوها باسعار غاليه. انا مش معنى ان انا بقول لكم لا انه الغالي بيبان وكده، لا خالص، مش معنى كده انك تروحي تشتري ماركات وهي الماركات دي هتبقى، لا لازم في كل حاجه تشوفي القماشه. لو بتشتري حاجه اونلاين ومش هتعرفي تشوفي القماشه، يبقى شوفي الكومبوزيشن بتاع القماش، يعني على الويب سايت اللي بتشتري عليه تبصي على الكومبوزيشن بتاع القماش او تكوين القماش اللي هم مكونين منه الماده دي ايه. وطبعا لو لقيتي بوليستر اهربي ما تشتريش. فبس انا مش بقول لك معنى كده انك ترمي البوليستر اللي عندك، بس ما تشتريش مور بوليستر. يعني نحاول بقى ان احنا نبقى عندنا وعي ان احنا لا نشتري اقطان، كتان، حاجات من اللي بتحتاج تتكوي دي، عارفين. هي كل القماشات الحلوه هي اللي بتحتاج تتكوي، كل القماشات الوحشه اللي ما بتحتاجش تتكوي. معلش يا جماعه، معلش، ما عدا القطن يعني ده قطن مثلا فالقطن ايه اللي هو ممكن ما يحتاجش يتكوي قوي، بس اي قماشه تانية حلوه وغاليه وفعلا بتبان حلوه لما تتلبس، دي كل القماشات اللي بتحتاج تتكوي. يعني كل القماشات اللي محتاجه منك تبذلي مجهود، بس معلش احنا عشان يبقى شكلنا حلو لازم نبذل مجهود. الحاجه اللي بعد كده وهي الريحه. ريحتك بتفرق. مش قصدي ان انت تبقى ريحتك برفان مشعشع ويتشم من اول الشارع، مش قصدي كده والله خالص، لانه في ناس كتير مش بتحب تحط برفانات. بس انا بتكلم ان ريحتك لا تبقى ريحه عرق ولا ريحه وحشه غير العرق. في ناس والله في ناس ريحتها مش ريحه عرق، في ناس ريحتها ريحه
كمكمه، في ريحه وحشه، في ريحه وحشه طالعه، بس هي مش عرق، يعني انت مش ريحتك عرق، انت مش عرقانه، انت ممكن تكوني حتى ديودرنت بس ريحتك في ريحه وحشه طالعه منك. اوكي، فهي انا بتكلم ان ريحتك لا تبقى وحشه ولا في نفس الوقت تبقى طالعه منك ريحه فجه. عارفين السويت سبوت اللي في النص دي، اللي هو انت ريحتك مش باينه بس لما واحده تقرب منك تحضنك تشم ريحه حلوه، واحده تيجي تسلم عليكي تبوسك تحضنك تشم يور سنت. فاهمين؟ انا بحس ان هي الشياكه في كده، هذه هي الشياكه بالنسبه لي. طبعا ده رايي، وانا قلت لكم في اول الفيديو انا بقول لكم رايي، انا ما فيش اي معايير انا متبعاها ولا دورت ولا سالت تشات جي بي تي ولا اي حاجه، انا ده كلام كله نابع من تفكيري. بس انا بحس ان الشياكه الكامله بتكمن في ان انا لو قربت من واحده، اللي هو القرب اللي هو عارفين 10 سم 20 سم 5 سم اللي هو كده، اشم بقى الريحه الحلوه. فاهمين؟ بس في نفس الوقت مش عايزاها تبقى فجه قوي بحيث اللي هو ايه، تبقى ريحه كده اللي هو ان ماي فيس كده، لانه البارفانات اذواق. فممكن انا ابقى حاطه برفيوم ريحته جميله قوي بالنسبه لي بس مش شعشعه وماليه المكان، وفي حد تاني يا اما بيتحسس من الروائح يا اما ريحه البارفان ده مش عاجباه. فحاولوا تخرجوا نفسكم من النقطه دي، يعني ما تحطيش بارفان يشعشع ويفكفك في المكان وفي نفس الوقت ما تبقاش ريحتك ريحه وحشه، سواء عرق سواء كمكمه سواء ريحه توابل سواء اي حاجه، ما تبقاش يعني نحاول نظبط الموضوع ده، حاولوا تظبطوه. مش عايزه الكومنتات بقى اللي هو لا البارفان، عايزه ظبط، عايزين نظبط الدنيا، نظبط. اهم حاجه مش اهم حاجه، بصوا مش اهم حاجه ان انتوا تعلوا عليا في الكومنتات، اهم حاجه ان احنا نوصل لنتيجه احنا كلنا راضيين عنها. فاهمين؟ مش احنا كلنا راضيين عنها يعني كلنا متفقين عليها، بس نوصل لنتيجه انا متفق عليها مع نفسي، ونتيجه تانية انت توصلي لها غير نتيجتي بس انت متفقه عليها مع نفسك. فما تقعديش بس تتصيدي لي الاخطاء في الكلام اللي هو ايه، زله لسان هنا يا اسراء ده انا والله لا طلع عينك، لا اهدي كده على نفسك بالراحه، اهدي خدي نفس وبعدين ابقي اكتبي الكومنت. نيجي للنقطه اللي بعد كده وهي نقطه مثيره للجدل اخرى، وهي نقطه الميك اب. لو انت بتحطي ميك اب، لو ما بتحطيش ميك اب ما تسمعيش الحته دي. انا بحس ان الشياكه او يعني الناس اللي هي بوت توجذر او اللي شكلها بيبقى حلو وستايلش، اللي هي لا شكلها شاحب ولا حاطه ميك اب اوفر، واعتقد كلنا بنحس كده. وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده انكلودنج الافراح والمناسبات واعياد الميلاد وكل ده، طول ما انت مش العروسه ما تحطيش ميك اب اوفر. سواء بقى خارجه في مناسبه سواري مش عارفه ايه، ما تحطيش ميك اب اوفر. حاولي تحطي الميك اب بتاعك بس يعني زودي شويه عشان خاطر الاضاءات العاليه اللي بتبقى في الفرح، فتقلي الموضوع شويه، يعني تقليه سنه، مش بقول لك تقليه برضو اللي هي حواجب كفار قريش والكلام ده، لا تقليه سنه بسيطه علشان خاطر فعلا الاضاءات العاليه بتخلي الميك اب يبان كانه مش موجود. دي نقطه. النقطه بقى الثانيه ان احنا مش كل يوم بنحضر افراح يعني، بس في الخروجات العاديه بتاعتنا في العادي بتاعنا بحب ان الميك اب يكون اللي هو النو ميك اب لوك ده، عارفين الكلين جيرل ميك اب والحاجات دي. انا يعني هي دي انا بالنسبه لي انا شايفه انه هو ده بيبقى هو ده الشياكه. انما الميك اب الاوفر والعدسات الاوفر والرموش الاوفر والشفايف الاوفر والحاجات دي يعني والبلاشر الاوفر يا جماعه، بيبقى هنا كده احمر كده اللي هو ده استحاله يكون طبيعي. فحاولي ان انت تتعلمي تدمجي الميك اب صح. حاولي ان انت ما تستخدميش كميات كبيره من الكونسيلر او الفاونديشن او الحاجات دي، حاولي ما تستخدميش فاونديشن اصلا في ايامك العاديه. حاولي الكونسيلر اللي استخدميه بكميات قليله، وحاولي تدمجيه كويس بحيث ان هو يخفي العيوب فعلا ويخفي الهالات او يخفي التصبغات او يخفي كده، بس في نفس الوقت ما يخفيهاش قوي، ما يخليكيش كلك كده بلاطه سيراميكا. لو انت بتحبي كده تمام، يعني برضه انا بقول لكم كده في الاول وفي الاخر الكلام ده وجهه نظري، بس من وجهه نظري انا شايفه انه يعني قلت البيت اوف عيوب البشره انها تبان، بيدي كده سن الطبيعيه كده للبني ادم. بحس ان انا بكلم بني ادمه، يعني هي ستيل شكلها حلو وحاطه ميك اب وفيها الروح كده وفيها الدمويه، بس يعني مش بلاطه كده، مش بكلم موديل، مش بكلم فنانه مشهوره، فاهمين؟ مش يعني بكلم واحده زيها. فبحس ده بيبقى بحسه حلو، يعني بحس لما حد بيعمل كده بحسه شكله حلو. وعايزه كمان برضو اقول لكم على نقطه، برضو نقطه للناس اللي بتحط ميك اب، بحب ان يكون ليكي سيجنتشر ميك اب، يعني مش كل ما يطلع ترند في الميك اب مثلا تقومي تروحي تعمليه، لازم تكون يعني ليكي شخصيتك انت في الميك اب. يعني فاكرين كان طالع اللامينيشن، البراو لامينيشن ده اللي هو تبقى الحواجب طالعه كده ولازقه في الوش كده وطالعه لفوق كده، او كانوا بيسموها التركش اي براوز او حاجه زي كده. دي ما كانتش حلوه وناس كتير راحت عملتها وبتاع، وكان شكلهم مش حلو، بس هم ماشيين على الترند وخلاص. وهكذا بقى قيسوه على كل موضه ميك اب جديده تطلع. انت اهم حاجه تكون ليكي الخطوات بتاعه الميك اب بتاعتك اللي لايقه على وشك، ودي بتيجي بالترايل اند ايرور. انا مش هقعد اقول لك انا بعمل كذا فاعملي زيي فهتبقي نو. انت بتقعدي تتراي وايرور كده مع نفسك لغايه ما توصلي للحاجه اللي فعلا شكلها حلو عليكي، اللي فعلا بتبرز جمال وشك من غير افوره. سريعا هحاول اتكلم في النقطه اللي جايه دي، وهي نقطه الاكسسوارز والجزم والشنط. بصوا انا شايفه في كل الحاجات دي، في الاكسسوارز والجزم والشنط لازم يكون عندك سيجنتشر. يعني
اولا في موضوع الاكسسوارز لازم تجربي لغايه ما تعرفي انهي ستايل اكسسوارز بيليق عليكي. لان انا مثلا انا بحب الاكسسوارز وعايزه احط اكسسوارز في هدومي، عايزه يعني انا شايفه الاكسسوارز فعلا بتفرق في شكل الهدوم. بس في ستايل اكسسوارز مثلا اللي هو الخواتم الكتير والحاجات اللي انا بحس انها مش لايقه عليا، وحتى لو انتوا قلتوا لي لا لايقه عليكي يا اسراء والكلام ده، مش هتريحني، مش هبقى مرتاحه. ودي نقطه هتكلم عنها في الاخر، حوار ان انت لازم تبقي مرتاحه علشان تباني واثقه في نفسك وستايلش. المهم فانت لازم تجربي مع نفسك ستايل الخواتم الكتير، ستايل الحاجات اللي تشانكي، ستايل الستيتمنت بيس، ستايل، تجربي كذا ستايل لغايه ما تعرفي ايه الحاجات اللي فعلا شكلها حلو عليكي، سواء في الاكسسوارز والجزم والشنط. بحب جدا الناس اللي عندها كام شنطه وكام جزمه، وهم دول اللي دايما بشوفهم لابسينهم، وحاجات كواليتي حلوه، مش هقول لكم غاليه ورخيصه، حاجات كواليتي حلوه، كواليتي محترمه، بتعيش وباين عليها انها ماتريال حلوه ومحترمه، واشوفهم لابسينها ومليقينها على كذا حاجه. الله، دي بالنسبه لي والله يا جماعه قمه الشياكه. انا والله مش بحكم على الناس، هم كل الناس حلوين، وكل الناس اللي بتحط مجهود في لبسها وشنطها وجزامها حلوين، بس انا بتكلم على من وجهه نظري مين بشوفه ستايلش اكتر من التاني. انا بحس ان الناس اللي عندها سيجنيتشر جزمتين 3، سيجنيتشر شنطتين 3، سيجنيتشر اكسسوارز، وسيجنيتشر ميك اب، وسيجنيتشر طرحه، يعني مش طرحه، سيجنيتشر ربط الطرحه، بحس دي قمه الشياكه. دي واحده هي عارفه هي بتعمل ايه، ولو انت واحده عارفه انت بتعملي ايه فانت واثقه في نفسك، فانت ستايلش وشكرا. انا ده بالنسبه لي، ده يعني انا عماله انا اعدوا لي كم مره قلت بالنسبه لي في الفيديو. لو انت رايك مختلف عن رايي تمام عادي، ده مجرد رايي. اخر حاجه في الفيديو يا جماعه، وهي اكتر حاجه انا شايفاها مهمه في الفيديو كله، وهي فكره انك تكوني واثقه في نفسك ومرتاحه قوي 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 في اللي انت لابساه وحطاه من بارفان او ميك اب او الكلام ده كله. طول ما انت نفسك وعامله اللي بيريحك، كل ما هتبقي واثقه في نفسك اكتر. لا مانع من ان احنا نحاول نحسن من نفسنا، بس المانع كله في ان احنا نحاول نبقى شبه حد مش احنا. ما تحاوليش تبقي شبه واحده تانية، حتى لو في مثلا بلوجر عجباكي او انفلونسر عجباكي، ما تحاوليش تبقي شبهها الخلق الناطق. كل ما انت بعدتي عن الجوهر بتاعك، كل ما هتبقي باينه ان انت مع حاجه مش انت. فكل ما هتبقي باينه ان انت حاجه مش انت، ده هيقلل بكتير قوي من ثقتك بنفسك. وحتى لو انت بتدعي انك واثقه في نفسك، الناس هتبقى شايفه ان انت بتقلدي حد تاني، انت مش انت، ده مش انت، ده مش تصرفاتك، بتبقى باينه. يعني لما الواحد بيتصرف تصرفه هو، بيتكلم بلسانه هو مش بلسان حد تاني، بيبقى باين عليه، وبيبقى فيه ثقه داخليه كده من جواه، وبتكون باينه والناس بتحسها. فتحاولي دايما 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 تكوني انت، تكوني شخصيتك. ياما شفنا ناس لابسه بنطلون ابيض ولا بنطلون اسود وتيشيرت ابيض او اي حاجه، يعني عارفين اللي هو لابسين حاجه بسيطه جدا، حاجه سيمبل جدا، ومش حاطين اكسسوارز، وميك اب قليل جدا او ما فيش ميك اب خالص، بس ريحتهم كويسه. مش هقول لكم موضوع الريحه، مش هقول لكم ريحتهم وحشه، لا الريحه دي مهمه. بس ياما شفنا ناس اللي هو مش عامله اي حاجه من اللي انا بتكلم عليها دي خالص، ومع ذلك ليهم هيبه وليهم، وتشوفيهم كده اللي هو كده، فاهمين؟ فكل ده بيبقى نابع من فكره ان انا وبرده يعني في جزء ليه علاقه بالثقه بالنفس، وان شاء الله هيكون فيديو الثقه بالنفس يعني نازل لي قبل الفيديو ده يا بعده على طول ان شاء الله. فبس هو يعني جزء من ثقتك بنفسك انك تمثلي نفسك، مش تمثلي حد تاني، ومش تبقي شبه حد تاني. فابدا ابدا ابدا اوعوا ان انتوا تفيك شخصيتكم. يعني فيك ان انت واثقه في نفسك، بس اوعي تفيكي شخصيتك، اوعي تفيكي ان انت، اوعي يعني تمثلي او فيك. يعني ايه؟ رايحه عن دماغي دلوقتي خالص بجد والله يا جماعه، انا اسفه بس هي رايحه عن دماغي. بس فاوعي تفيكي ان انت انا حد تاني، انا بتكلم بالطريقه الفلانيه، انا دي طريقه كلامي، انا فجاه بقيت بتكلم كده. لا، باين ان انت مش انت. يعني في ناس، انتوا اكيد لاحظتوا ان انتوا في ناس مثلا تقلبوا كده ريلز شورتس مش عارفه ايه، تشوفوا ناس كده اللي هو لا، باين ان دي مدعيه، دي مش شخصيتها الحقيقيه، دي ورا الكاميرا وجه اخر. فبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.